ومر ابن عمر رضي الله عنه براع في القصة المعروفة فقال: هل من جزرة؟ فقال: ليس ها هنا ربها. فقال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب. فرفع رأسه إلى السماء وقال: فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. فاشترى الراعي والغنم وأعتقه ووهبه هذه الغنم. هذا عبادة بن الصامت كان جالسا مع أصحابه رضي الله تعالى عنه، فأقبل الصنابحي فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق 7 سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. من شدة مراقبته وتأدبه وخوفه وتحرزه كان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مرض موته. ذكر له أن طاووس بن كيسان قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد رحمه الله حتى مات إلى هذا الحد، مع أن الأنين ليس بمحرم. وهذا ابن دقيق العيد أيها الأحبة يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا. نحن كم مضى من أعمارنا؟ هل نحن كذلك؟